جزيرة مسكونة بالعرايس والدمى القديمة، فيها آلاف من الدمى دي، اللي مقطوع ايديها واللي مقطوع راسها واللي أطرافها مش موجودة أصلا، واللي فاضل من جسمها بس يدوب الأطراف، ومنها المصلوبة واللي مشنوقة من رقبتها، واللي مشنوقة برضه بس مقلوبة الراس ومتعلقة على فروع الأشجار. اتقال كلام كتير عن سبب وجود العرايس دي، لكن أنا هقول لكم على بعبع الحكاية. كوكبنا الجميل مليان بالأماكن المخيفة والمرعبة، ومنها الجزيرة اللي في المكسيك لقبوها بجزيرة الدمى، والجزيرة دي تعتبر مزار مهم للسياحة في المكسيك، وبيزورها سياح كتير جدا كل سنة، والسياح دي من كل بقاع العالم. الجزيرة الكئيبة والمخيفة زي ما بيقولوا عليها موجودة بين قنوات بحيرة في المكسيك من الجهة الجنوبية من العاصمة مكسيكو سيتي، واللي معروف عنها انتشار البحيرات فيها. البحيرات دي كان ليها دور كبير ومهم على مر التاريخ بنشأة أكبر الحضارات في وادي المكسيك زي حضارة التولتك والأزتك. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من السكان اللي عايشين في المنطقة دي، وده طبعا يرجع لعذوبة المياه الموجودة في البحيرة، إلا إن السكان دول ما عندهمش الجرأة اللي تخليهم يعيشوا في جزيرة الدمى المخيفة دي، واللي بقت طبعا مليانة بالعرايس والدمى، وكأن الدمى هي اللي بقت بتسكن على الجزيرة. لا، وكمان الدمى دي بقت بتستقبل الزوار والسياح بعينيهم المخيفة والمجوفة اللي مش موجودة أصلا، وده بيخلي الزائر في حالة من التوتر الشديد والرعب المميت، لأنه بيحس إن العرايس دي بتبص عليه وبتراقبه، وبالذات في الليل. وطبعا احنا عارفين إن الرعب وسواد الليل وظلمته بيخلي الإنسان يحس بإحساس الخوف والرعب الشديد، والرعب بيزيد أكتر وأكتر. بس يا ترى ايه اللي جاب العرايس دي هنا؟ وايه السبب الحقيقي ورا الرعب الرهيب اللي على الجزيرة دي؟ وفي يوم من الايام السكان اتفاجئوا بوجود جثة لطفل عايمة على وش مية البحيرة على شط الجزيرة. كل السكان يعرفوه عن الطفلة دي انها كانت بنت ناس فقيرة من السكان اللي عايشين حوالين الجزيرة. ماتت ازاي وليه؟ الله اعلم. ده اللغز اللي محدش يعرفه، بس كل اللي اتقال ان في روح شريرة هي السبب في موتها، وان روح الطفلة دي لسه متعلقة بالجزيرة. ده غير ان الصيادين اللي بيصطادوا بالقرب من الجزيرة كانوا بيسمعوا اصوات جاية من ناحية العرايس والدمى دي. ده كمان سمعوهم بيهمسهم لبعض. العرايس ما بينها وبين بعضها بتهمس بأصوات مسموعة للصيادين. لا مش كده وبس، ده كمان بتحرك راسها وبتفتح عينها وبتقفلها زي ما احنا كده بنقول اكنها فيها الروح. ده غير صيادين تانيين قالوا ان كان في اصوات بتهمس ليهم انهم يقربوا من الجزيرة دي وينزلوا عليها. حتى في مرة من المرات وهم راكبين المركبة بتاعتهم اتفاجئوا ان هم بيتشدوا بالمركبة على الجزيرة دي، ومش عارفين ايه اللي خلى المركبة دي تنجرف ناحية الجزيرة دي. ممكن يكون الموضوع مجرد مبالغات، وممكن برضو يكون الموضوع ده حقيقي، خصوصا ان مفيش دليل واضح وصريح. بس برضو ده ما يمنعش ان في غموض ورعب حوالين الجزيرة دي، وخصوصا ان محدش عارف هي العرايس دي جت منين ووصلت هنا بالشكل ده ازاي. بس يا ترى ايه اللي يخلي الصيادين وشهود كتير يقولوا كده؟ الحوار ده يرجع لانهم زمان كانوا بيقولوا ان في واحد غريب ومريب كده في نفسه، كان اسمه جوليان، كان عايش في كوخ على الجزيرة دي بعد ما ساب مراته وبين بناته الاتنين اللي زي القمر، وطبعا هجرهم وراح على الجزيرة دي. طب سابهم ليه اصلا؟ الله اعلم. لكن المهم ان جوليان حب انه يعيش لوحده في عزلة تامة بعيد عن اي حد، وراح للجزيرة دي عشان يعيش فيها، حتى ان سكان المنطقة والصيادين لقبوه بالدون جوليان. قالوا عليه كلام كتير وقصص كتيرة جدا بسبب قعدة الراجل دي هنا. والحوار ده بدأ سنة 1950. جوليان كان في الوقت ده في عز شبابه، متجوز وعنده بنتين زي القمر، وكمان شغال شغلانة محترمة ومرموقة في المدينة. بس هو كان بيحب يزور الجزيرة دي من وقت للتاني، لأنه كان يعرف السكان الأصليين للجزيرة دي، فكان الحنين بياخده انه يروح للجزيرة دي من وقت للتاني. وفي يوم من الايام جوليان كان وهو سرحان على شط الجزيرة كده وبيتأمل في جمالها الطبيعي، عين وقعت على بنت غرقانة وبتطلب المساعدة والنجدة، وباين على ملامحها الرعب والفزع. بسرعة جوليان قام ناطط على المية عشان ينقذها، وبعد مجهود منه كبير طلع من المكان ده اللي وقعت فيه البنت بدمية مطاطية في ايده. الدمية دي كان عينيها زرقاء
وشعرها اشقر وطويل. الموضوع ده خلى جوليان يتجنن، لانه ازاي هو شاف بنت بتستغيث وتطلب المساعده من الغرق وينزل ويجيبها يلاقيها عروسه لعب، خصوصا بقى بعد ما حكى له حد من الصيادين قصه البنت اللي غرقت على شط الجزيره في عشرينيات القرن الماضي. وقتها عرف جوليان ان دي كانت روح البنت اللي غرقت، فخد العروسه اللي لقاها وعلقها على جذع من جذوع الاشجار الموجوده. طب هو ليه علقها؟ هو معرفش ينقذ البنت دي، فبالتالي علق الدمية دي على جذع من جذوع الشجرة احتراما وحزنا على روح البنت الغرقانة دي. وطبعا ده من وجهة نظره. من بعدها وجوليان بدأ يتحول تحول رهيب، فبدأ يسرح كتير ولفترات طويلة جدا لدرجة انه ولا بياكل ولا بيشرب، وحتى لما حد من عيلته يجي يفكر يزوره ما كانش بيرد عليه ويفضل ساكت. كل اللي عمله بعد كده انه بدأ يجمع من الزبالة عرايس وبواقي الدمى القديمة دي اللي متبهدلة وطلع عينيها واللي متسخة خالص، ويجيبها يعلقها على فروع الاشجار، لدرجة انه بدأ يبدل الاكل والشرب اللي معاه عشان ياخد اي عروسة من اي حد. وحتى لو جاب عروسة متبهدلة ومتقطعة كان ياخدها ويخيطها ويربطها من رقبتها ويعلقها اكنها مشنوقه على جذع من جذوع الشجر. وكان لما حد يساله من الصيادين انت ليه بتعمل كده، قال لهم ان هو كده بيكفر عن ذنبه ان معرفش يلحق الطفله اللي كانت غرقانه دي. وعقله طبعا مش مستوعب ان كان بيتخيل او بيشوف شبح روح الطفله دي، لدرجه ان الصيادين حسوا ان روح الطفله دي سكنت جوليان بسبب طبعا تصرفاته الغريبه اللي بدأ يعملها. المفاجاه الكبيره بقى ان سنه 2001 وبعد 50 سنة من جمع العرايس والدمى وتعليقها على الشجر لقى جثة جوليان عايمة على وش المية. والصدفة الغريبة بقى انهم لقوا جثته في نفس المكان اللي البنت كانت غرقانة فيه. ولغاية الآن محدش عارف ايه سبب وفاة جوليان. السكان المحيطين بالجزيرة والصيادين قالوا ان روح جوليان انضمت للأرواح التانية الموجودة على الجزيرة. وبمرور الأيام والسنين اتحولت جزيرة الرعب إلى معرض كبير للعرايس والدمى زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بعد ما كان بيتقال عليها من السكان المحيطين إنها جزيرة ساحرة بالمناظر الطبيعية اللي كانت فيها، الغموض والرعب الموجودين في الجزيرة دي خلت الجزيرة سمعتها تسمع في العالم كله، وبالتالي شدت اهتمام السياح والمهتمين بالخوارق والماورائيات. وعلى الرغم من التصرف النبيل من جوليان ومحاولة انقاذه للطفلة دي، الا ان بموته ساب لغز كبير جدا ومحير وسلسلة من التساؤلات عن الجزيرة المكسيكية دي. انتوا شايفين ان الجزيرة دي فعلا مسكونة ولا ده مجرد مبالغات من سكان وصيادين المنطقة عشان يعني يعملوا سبوبة ويجذبوا السياح؟ وبكده خلصت حكاية البابا. وطبعا يشرفني دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بقدمه. اتمنى ما تنسوش اللايك والشير. كومنت بتاعكم جميل وبونا زيوا.